انا عمري ما اتحبيت ولا في حد حبني. بتحكي وبتقول اتربيت وسط اب وام شقيوا كتير عشان يكبرونا ويطلعونا مش ناقصنا حاجه، بس مع كل اللي بيقدموه ده الامر ما يخلاش من كلمه انت غبيه، يبقى قابليني لو فلحتي، فعلى طول لوم وتقطيم على الفاضي وعلى المليان، لغايه ما اتجوزت وقلت بس العوض جه وهعمل بيت سوي وكل العبث والعك اللي حصل في حياتي مش هاخده معايا تاني. بتقولي اتجوزت ولقيت في كل خناق بيقول لي انت غبيه، انت فاكره نفسك ست، ولما اشتكيت لاهلي قالوا شيلي انت اللي اخترتي. وبيني وبينك انا عمري ما شفت نفسي ست من اللي بيتبص لها يعني وممكن حد يحبها، فكنت بفوت له. وبصراحه كمان ساعات كنت بحس ان هو اللي كتير عليا، ما هو بالعقل كده، اذا كان ابويا وامي بيقولوا عليا غبيه ومش فالحه في حاجه، ايش حال بقى اللي لسه عارفني يا دوب من كام سنه؟ اكيد هم شايفين حاجات انا مش شايفاها. لما سالتها عايزاني اساعدك في ايه، قالت لي انا عايزه اشوفني ست، عايزه اشوفني كفايه. في الحالات اللي زي كده احنا بنفتكر ان خروجنا من بيت اهالينا هو الحل لكل العقد والكلاكيع اللي عشناها او اتربينا عليها، سواء يعني كانت بقصد او من غير قصد. وخليني اصدمك بجمله كده خليها قدامك طول الوقت، مرحله الدخول في علاقات هي مرحله استعاده الذكريات. اللي كنت بتشوفه في نفسك وبتهرب منه في بيت اهلك هتدخل بيتك تلاقي الشخص اللي معاك بيشاور لك عليه. فارجوكوا قبل ما تدخلوا علاقات تسحلوا فيها نفسكم واللي معاكم، اطلبوا المساعده عشان تقدروا تبنوا علاقه مريحه ليكوا وللي حواليكوا.